شفت فيلم ذا سبستنس على او اس ان اون ديماند، وانا قلت ده فيلم مخرجه ست وكان في مهرجان كان، فغالبا يعني الفيلم ده هذا ما هو زوجي. مش عايز بس حد يقفش عليا، بس انا قلت ما هذا ما هو زوجي، لكن الغريبه ان طلع هذا هو زوجي. المخرجه اللي انا مش عارف انطق اسمها عملت خلطه غريبه جدا في الفيلم ده، انا ما اعرفش اتعملت ازاي، بس هي يعني نجحت جدا. فهل الفيلم ده فيلم مهرجانات، يعني الفيلم الذي يناقش ويمس القضايا هل هو فيلم كوميرشال؟ هل الفيلم كوميدي؟ ممكن، يعني ناسنس شوف فيه كوميدي. هل هو رعب؟ احتمال. هل هو فيلم سايكولوجيكال دراما اند مواجهة الانسان مع نفسه؟ برضو هل الفيلم مسلي؟ جدا. مشكلته لو انت ما بتحبش القرف، يعني الحاجات اللي هي المقرفة، فانت مش هتعرف تكمله او مش هتعرف تكمليه يعني بالفيلم ده. لكن هو فيلم خلطة عبقرية. الفيلم طبعا فيه انسبايرد من روايه اوسكار وايلد دوريان جراي ده اللي هو راجل ارستقراطي، اترسمت صوره فهو كان راجل حلو وغني وشباب، الصوره دي هتفضل شابه، هو هيكبر، فعمل ديل ان هو يفضل شاب زي ما هو، مقابل ان الصوره بس هي اللي تكبر في السن، وكمان اي خطيئه هو بيعملها بتبان على الصوره. المخرجه هي 100% متاثره بستانلي كوبريك. يعني الفيلم ده لو كان مكتوب في الاخر خالص اخراج ستانلي كوبريك الله يرحمه، انا كنت هصدق عادي جدا، خصوصا من فيلم ذا شاينينج وسبيس اوديسي. ده حتى في حتت مزيكا من الديكور، من السجاده الحمراء اياها بتاعت ذا شاينينج، وفي حتت تحس ان هي انسبايرد من كوينتين تارانتينو، وهي بتقول ان هي بتحب افلام الرعب، وده باين ان هي بتحب افلام الرعب. فعملت خلطه غريبه جدا، كان يعني مش سهل ان هي تنجح، ونجحت. ديمي مور حسب اي ام دي بي قريت ان ديمي مور قالت ان هي لما جالها السكريبت ده، قالت هو ده بيفكرها ايام ما جالها السكريبت بتاع جوست، فيلم جوست اللي في التسعينات. هي لما قرأت السكريبت ده ديمي مور ساعتها قالت حاجه من اتنين: يا الفيلم ده هينجح نجاح مبهر، يا هيخيش. وده نفس الريسك اللي كان متاخد في فيلم ذا سبستنس، اللي هو كان ممكن يلبس لبسه لان الخلطه غريبه، بس نجحت نجاح مذهل. المخرجه هنا برضو اللي انا يعني عايز اتكلم عنها برضو، هي من مدرسه شو دون تيل، يعني انت وريني ما تقعدش تحكي. يعني ما هواش الفيلم اللي هو الرغي لك 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 وانت عارف مفيش الكلام ده خالص. في اول الفيلم خالص هي عايزه تقول لك ان شخصيه اليزابيث دي كانت سيلبرتي وراحت عليها. حكيتها ازاي؟ ما هي ممكن بقى نقعد بقى نجيب بقى فوتو مونتاج ونجيبها وهي بتتصور وهي مش عارف بعد كده بتكبر، بعد كده وشها مش عارف مفيش بقى الكلام ده خالص. هم جابوا، عارفين انتوا في النجوم اللي بتتحط على الارض دي في هوليوود، هم جايبين ان هي لسه بيعملوا النجمه، يعني معناه ان هي نجمه ابتدت تنجح، فجايبينها كده على الارض وهو توب انجل، يعني الكاميرا من فوق، واحنا شايفين النجمه من فوق وشايفين الناس بتعدي عليها والزمن بيعدي. اللي في الاول خالص بيقول الله دي ممثله هايله، واحد تاني بعد شويه يعدي سنين يقول فاكرها، بعد كده بترتت الناس تعدي عليها مش عارفه ده مين، وفي الاخر خلاص واحد معاه بيتزا ولا مش عارف بتترمي عليها. انا ما بحرقلكش حاجه، ده اول مشهد في الفيلم يعني بمنتهى البساطه، ان هو في عندي اليزابيث دي اللي هي الست اللي راحت عليها، او السليبرتي اللي راحت عليها، وجات لها تجربه غريبه جدا ان هي تعمل حاجه ممكن تطلع منها نسخه تانية منها بس اصغر. بقى عندنا اليزابيث وسو، وكل واحده منهم لازم يقعدوا يبدلوا مع بعض، وفي حاجه كده بتقول ان كنتوا افتكروا ان كنتوا واحد. بس هو ده الفيلم، مفيش اي حاجه خالص، لكن اتعمل بطريقه غريبه وحلوه وجميله. هل الفيلم ده ممكن يتعرض في السينمات في مصر؟ لو اتعرض في السينمات في مصر فهو هيتقطع منه ساعه ونص. فلو اتعرض في مصر، وانا انصحك وانت داخل تجيب بقى فشار بس صغير، لان غالبا الباقي كله هيتقص. هل الفيلم ده يصلح للاطفال؟ لا، ولا الكبار. لو انت لازم تكون معدتك سليمه ومش واكل وعارف انت داخل تتفرج على فيلم فيه قرف هيطرطش عليك في كل مكان. هل الفيلم يصلح كديت؟ لا خالص. يعني انا بقول لك يعني هل الفيلم ده يصلح لخروجه او قعده بنات؟ لا لا خالص، ابعدوا عن هذا الفيلم. ما يغرقوش ان المخرجه دي بنت، الا لو بنات بتحبوا افلام الرعب. هل الفيلم ده يصلح لخروجه الشباب؟ يعني دوس يا معلم برضو لو بتحبوا افلام الرعب. طب هل الفيلم، انا عمال اقول افلام رعب افلام رعب، هل الفيلم مرعب؟ لا، دي غريبه. هو الفيلم ممكن تقول عليه دراما، ممكن تقول عليه رعب، ممكن تقول عليه كوميدي، ممكن تقول عليه سايكولوجيكال دراما، ممكن تقول عليه فيلم مهرجانات، ممكن تقول عليه فيلم كوميرشال، ممكن تقول عليه اي حاجه. بس انا اقدر اقوله لك انك انت لو عديت موضوع القرف ده فانت هتنبسط بتجربه سينمائيه جميله جدا جدا جدا. فاتفرجوا على الفيلم لو قدرتوا وقولوا لي ايه رايكم.